هلا والله معاكم ضيف. عزيزي المتابع، أكيد أنت بتعرف طريقة شرب المي صح؟ يا عدي شو مالك جنيت؟ أكيد بعرف، بجيب كاسة مي وبعبي المي وبشربها، أهبل أنت؟ أو بجيب أنية المي وبشرب منها، وإذا كنت حابب تعمل فيها هاي كلاس بتجيب كاسة المي، كاسة تكون مرتبة وبتحط فيها ثلج وبتعبي مي، صح أنت ولا شو؟ جنيت ولا كيف؟ اسمح لي أحكي لك يا عزيزي المتابع إنك غلطان، قسما بالله باين أهبل ومجنون بهاي المقدمة. المهم لأنه هاي البنت كان عندها رأي ثاني بالموضوع، لأنه حرفيا عاملة مقطع طوله أكثر من دقيقتين، طوله تقريبا 3 دقائق، عم تعلمنا فيه طريقة شرب المي. بس أنا بصراحة ماني عارف يعني هل طعم المي بيختلف أو هل يا ترى في مي جديد نزل على السوق وأنا مو دريان، يعني والله ماني عارف. خلونا نشوف الهبل. افضل طريقه لشرب المويه بالنسبه لي، شرب المويه فن، مو كل الناس تشرب المويه بنفس الطريقه. وجاد دايم يا جماعة الخير، قال لك شو قال شرب المي فن، يعني دافنشي والفنانين التانيين كانوا عم بيضيعوا وقتنا على الفاضي، كانوا تعلموا فن شرب المي أحسن لنا وأسرع لنا. شكلك تسرعت والله بقرارك يا دافنشي. خلونا نكمل المقطع يا جماعة الخير. في اللي يشرب مويه وهو ماشي كذا والمويه حاره، وفي اللي ما يشربها الا درجه حراره كوب وبطريقه وبجلسه معينه. بالله مين اللي بيشرب المويه بجلسه معينه وبطريقه معينه وبيقعد بجهز فيها كانه بيشرب اخر كوب بحياته؟ قسما بالله هبل يا جماعه الخير. خلونا نكمل المقطع. انا شخصيا احب اشرب المويه بكوب، مستحيل اشربها بقاروره. هذه افضل طريقه لشرب المويه بالنسبه لي. شوفوا يا جماعة الخير، هلا يمكن أطلع مجنون، بس يمكن تكون هاي البنت أعطتنا نصيحة ولو ما كانت بتعرف إنها أعطتنا نصيحة، لأن حرفيا سمعت أخبار وناس بتحكي إنه شرب المي بالقارورة البلاستيك أو بالأنينة البلاستيك ممكن يسبب أمراض، مشان هيك الأفضل إنك تشرب بكأس زجاج. ما بعرف صراحة، اكتبوا لي صحة المعلومة من عدمها بالتعليقات، بس أنا متأكد طبعا مو مشان هيك هي فضلت الكوب، أكيد لأنه بس هاي كلاس أكتر. فاهمين كيف؟ خلونا نكمل المقطع. اول شيء راح اخذ مويه ايفال وراح اعبي الكوب الى النص. بعدين راح اجيب مويه بيور لايف، تقريبا راح اعبي ربع الكوب. مويه نوفا مقدار غطا. مويه اكوافينا بالذات ما احب اكثر منها، احب بس يا دوب كذا هنت بسيطه. خلاص بس. قسما بالله من اسماء شركات المويه حسستني انه لو اوصل للقمر مستحيل اقدر اشتريها. بعدين ليش عم تحسسني انه عم تعمل خلطه جن والعياذ بالله؟ هذا سحر ولا شو؟ اللهم ان كان سحرا فابطله. بالنسبه لهذه المويه، هذه المويات اسميها مويات الطاقه. ليش مويات الطاقه؟ لان هذه المويه مويه انهار. مقدار 3 ملاعق. لا لا لا، انتبه هيك صار اكثر من 3 معالق، بخاف السحر قصدي يعني تتغير طعم الماء. هذه المويه مو اي مويه، هذه مويه جبليه ما يجيبونها الا من الجبال. استغفر الله، ليش شكل الأنينة كأنها بيرة والعياذ بالله؟ بعدين من وين طلعت كل هاي الأنواع؟ أنا ما بعرف، أنا ما كنت بعرف بحياتي غير المي العادية تبع الحنفية والمي الغازية ومية زمزم، ما بعمري كنت بعرف إنه في كل هاي الأنواع. هذه المويه بالذات مليانه طاقه. ليش؟ لانها جايه من فرنسا. باين انه هاي البنت عم تحاول تضحك علينا، لانه انا حرفيا من بعد ما شفت الشوارع الفرنسيه اللي كلها وسخ وقرف وفيران غسلت ايدي منها. بخاف يطلع لي رجل فار بالمي يا جماعه الخير، لانه حرفيا صوره فرنسا اللي كنا شايفينها انه هي بلد نظيف وبلد كانت كلها كذب يا جماعه الخير، لانه انتشرت لي مقاطع بشوارع وسخه كثير يا جماعه الخير، والفيران عم تلعب لعب بالشوارع. خلونا نكمل المقطع بس. كل اللي احتاجه منها الطاقه. راح افتحها ولكن ما راح اصبها بالكوب. اللي راح اسويه فقط راح امرر طاقتها اتجاه الكوب، عشان كل طاقة باريس تصير في المويه حقتي. ها شو؟ لا اله الا الله، ما انا خلص تاكدت انه هذا سحر. قال لك شو بتمرر الطاقه عشان تصير الطاقه كلياتها بالمي؟ افضل المقطع حاج ضحك على الناس يا جماعه الخير، بس والله عندي فضول اشوف تعليقات الناس. بالله خلينا نعمل فرة على التعليقات، هل يا ترى في حدا مصدقها ولا كل الناس كاشفينها وعم تضحك عليها؟ انا امبارح قعدت من النوم عطشان وشربت المي من الحمام، قسما بالله انك رجال يا رجل. بعدين احمد ربك في ناس مشتريه تشرب المي من الاساس، مو تشرب مي وسخه، لا ما عندها مي اساسا، فطول ما كنت انت عم تشرب من الحمام وكانت ميه الحمام نظيفه فاحمد ربك يا رجل. انا ما بعرف كيف النظام بالبلدان العربيه، بس حرفيا عندنا بالسويد ميه الحنفيه اللي بالحمام نفس الميه الحنفيه اللي بالمطبخ واللي باي مكان، هي المي نفسها. خلونا نشوف التعليق الثاني. انا بالعاده اخلطهم بالخلاط ترى يصير اطعم، جرب المره الثانيه. ايه يا شيخ اجلدها بس والله اخاف انك تكون عم تحكي جد. شوفوا بالله هذا البني ادم شو كاتب لها، حاولي تنامي وقت فراغك. ايه والله نامي وفكينا من هبلك هذا. طبعا الحمد لله الناس بالتعليقات مو عاطينا وجه وكاشفينا وقاعده عم تتمسخر عليها اساسا. وهلا صار دوري اني اورجيكم طريقه شرب المي الصحيحه. اول شيء لازم تجلس او تقعد
بعدين تسمي بالله وتشرب المي على 3 دفعات وبعدها تحمد ربك وبس. ذاتس ات، ايزي الموضوع. فاهمين كيف؟ او فينك انت بعد كل دفعه او قبل كل دفعه تسمي بالله وبعد كل دفعه تحمد ربك، وهي هي وخلاص. ما بحتاج كل هالفلسفه ومقطع كامل اكثر من 3 دقائق عشان بس تعلمنا طريقه شرب المي. ولا تخلي حدا يضحك عليك. على العموم بتمنى يكون المقطع عجبكم وتكتبوا لي رايكم بالتعليقات. طبعا شكرا على دعمكم المستمر. تعليقاتكم بالمقاطع قسما بالله تعطيني شعور وطاقه مو طبيعيه، فاستمروا اكتبوا لي تعليقات لاني حرفيا بتفاعل مع كل تعليقاتكم. وحط لايك، لا تنسى تحط لايك، اللايك مهم. واشترك في القناه خلينا نوصل 10,000 مشترك باسرع وقت ممكن. وقبل ما انهي المقطع حاب احكي لكم انه يمكن اسافر بعد 10 ايام او هيك شيء، وبغطي السفره بالكامل على الانستغرام، فحياك هناك لو حابب تشوف وين بسافر وامتى بالضبط. بحط لكم الرابط تحت بالدسكربشن. وبس والله يا جماعه الخير زي ما قلت لكم لا تنسوا اللايك وتعليق جميل مثلك. كان معكم داي، سلام.